الرحيم. نحن المتظاهرون اليوم قانونيين وإعلاميين وطلاب مقيمين بالساحة البريطانية ندين بشدة عملية الخطف والاعتداءات التي حصلت بحق المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي من قبل عصابات محسوبة على الدولة اللبنانية، إذ نعبر في الوقت ذاته على احتجاجنا الشديد وإدانتنا العلنية الصريحة لعملية الاعتقال الغير مبررة والتهم الملفقة التي ليس لها علاقة بالمواطن الليبي هانيبال، حيث نذكركم بأواصر الصداقة التاريخية المشرفة بين الشعبين وبالمواقف الأخوية النضالية المشتركة لإخوتكم الليبيين والذين قدموا أرواحهم من أجل كرامة وعزة وسيادة لبنان واستشهدوا على أرضه، فهؤلاء هم أخوة هانيبال القذافي. إذ نعتبر عملية الخطف لا تخدم للعدو المشترك للبنان وليبيا، وأن اعتقاله جريمة في حق لبنان الشقيق، وأن بقاء هانيبال في الاعتقال تآمر على الشعب اللبناني ونضاله الشريف. لذلك نناشد لبنان الشقيق حكومة وشعبا بالوقوف إلى جانب هانيبال وإطلاق سراحه، ونتوجه في نفس الوقت بتحية خاصة لكل شرفاء لبنان الداعمين والمدافعين عن قضية هانيبال، ونشكر أسرة الإمام الصدر على مواقفهم المستنكرة لعملية الخطف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتظاهرين الليبيون أمام السفارة اللبنانية بلندن بتاريخ 29/12/2015.